رابي. بعدها طبعا زاملته لمدة 9 سنة. بعد ذاك أنا مشيت للحرس الوطني، رجعت للحرس الوطني مرة ثانية واشتغلت سموها رعاية الشباب. عملوا مسمى جديد اسمه رعاية الشباب، فاشتغلت فيه في رعاية الشباب دي فترة من الزمن، وكونت رابطة هنا في 2010. 2010 كونا رابطة اسمها رابطة أبناء أبقوتة والكنابي. اليوم نحن حولناها في هذا الاجتماع إلى رابطة منطقة أبناء أبقوتة وغرب المحيريبة. وعندنا كانوا زمان نحن ما كنا في بلدنا لما جينا، طبعا كان زمن الاستعمار، يعني بعد الاستعمار، لكن مناطقنا ما كانت فيها ناس ذاته بيقروا ولا فيها، يعني بيقروا خلاوي وبتاع حاجة وفي مدارس. أول حاجة اللي تخرجوا مننا كانوا 3 أشخاص على الابتدائي بس، أحمد علي إدريس وأخونا أحمد علي إدريس الكنين، وأخونا أحمد علي صالح، والفاتح الشيخ محي الدين. هذيل الناس الثلاثة اللي هم كانوا بيقروا في البلد. لكن أنا قريت في مدرسة اسمها مدرسة الحداحيد في ريف المحيريبة، قريت لحد الابتدائي. من الابتدائي مشيت امتحنت الأسطى في المحيريبة. بعد ما مشيت امتحنت الأسطى في المحيريبة جيت قريت في معهد طابت مع الشيخ عبد المحمود في الحفيان. بعدها أنا جيت راجع، أخذت لي بريك كده راجع، مشيت أدور شغل لأنه ما كان عندنا فلوس كثيرة، ما كانت عندنا الوقت داك حاجات وبتاع زي دي. جيت اشتغلت في مشروع الجزيرة، اشتغلت في مشروع الجزيرة للتنمية في المحالج، واشتغلت في المكاتب وفي الجزيرة بورد، يعني عملت عمل كثير. بعدها جيت اشتغلت في الزحف الصحراوي في أبقوتة في الريفي. بعدها أنا مشيت جيت لما جيت هي دي منها طوالي فتحت لي الباب، وانا جيت السعوديه واشتغلت في الروابط، رابطه الكواهله، كنت فيها المدير نائب رئيس مجلس الشورى، وعملت رابطه ابناء ابقوته والكنابي كرئيس، ومعي زملاء وهم ابناء ابقوته. والحين نحن قمنا بتنميه بتاعه اسفلتي وتنميه للمنطقه، وسبقونا طبعا اخوانا لنا. وعندنا الدكتور عبد المولى والدكتور فضيلي، هم ديل اصلا اساس اهل التنميه في ابقوته، ودكتور الفاتح ويوسف مضوي، هذيل اللي علمونا نحن الشغل ذاته عشان نشتغل. وجينا بنيه صافيه، وبلدنا اتنفضت وبقت كلها مدارس وبقوا كلها دكاتره الحمد لله. نحن هسه ما يقارب 500 والله 600 دكتور، فيهم الاخصائي، فيهم ود أحمد مختار، وفيهن أحمد محمد آدم، وفيهن وعندنا الأول خريج عندنا من الطب مكاشف الجزولي، ومحمد بيقولوا عليه ود محمد نور. و69 كان عندنا واحد اتخرج من بلغاريا اسمه حنيد حمد السيد، ويتوفى سنة 69 شهر 5 أيام حكومة